السلام عليكم ورحمة الله وهنيئا، ونحن سعداء بتأهل فريق الوداد البيضاوي إلى المباراة النهائية بعد عودته بنتيجة إيجابية، وهي تعادل هدفين لمثلهما مع ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي. مباراة كانت رائعة لفريق الوداد، بداية بالمدرب الذي عرف قراءة الخصم وعرف إدخال تشكيلة التي بإمكانها أن تقوم بسحب بطاقة التأهل من ماميلودي سان داونز. أظن على أن فاندر بروك عرف قراءة الخصم، واللاعبين كذلك قدموا مباراة رائعة جدا. كانت هناك قوة، كانت هناك التحامات، رجولة في اللعب على عكس ما كان منتظر من لاعبي فريق الوداد. قدموا كل ما يملكون في هذه المباراة. أظن على أن لو كان سعيد النصيري يمنح منحة الفوز للاعبين أو منحة التأهل، أظن على أن هناك لاعبين يجب أن تضاعف لهم هذه المنحة، وهما مدافع زولا. رغم الإصابة ورغم النزيف في الرأس، إلا أنه أبى أن يكمل المباراة. والمطيع حارس رائع جدا، سينسي الوداديين في تشاغناوتي. التحامات قوية، لا يخاف الالتحامات مع مهاجمي الخصم. فريق الوداد البيضاوي صراحة استحق التأهل إلى النهائي، ونتمنى له التوفيق في مباراته المقبلة أمام الأهلي المصري. يجب الحيطة والحذر في المباراة التي ستجرى في القاهرة، والعودة بنتيجة إيجابية أو تعادل سلبي أو إيجابي من القاهرة، وإن شاء الله الفوز هنا بمدينة الدار البيضاء على الأهلي المصري، والفوز بعصبة الأبطال الإفريقية، لأنهم يستحقون ذلك. قدموا مباراة رائعة جدا في جنوب إفريقيا. لم نرى ذلك المستوى الذي رأيناه في مباراة الإياب هنا في مدينة الدار البيضاء ضد ماميلودي ساندونز الذي أكمل المباراة ب10 لاعبين، ولم نرى تلك القوة في فريق الوداد. على عكس من ذلك رأيناها في مباراة العودة ببريتوريا بجنوب إفريقيا. فريق الوداد البيضاوي مدربه عرف قراءة الخصم، وعرف كيف يحد من خطورة الخصم بإدخاله تشكيلة مغايرة على اللاعبين الذي كان يدخلهم هنا في مدينة الدار البيضاء، على غرار عدم إشراك الحسوني من البداية، وعلى غرار إشراك الأناجم والمترجي منذ بداية المباراة. أظهرت على أن فريق الوداد البيضاوي كان واقفا ندا للند مع فريق ماميلودي سان داونز. أتيحت فرصتان لفريق الوداد، لو استغل أناجم الفرصة التي أتيحت له والمترجي أيضا لكانت نتيجة ربما تكون فوز الوداد البيضاوي في هذه المباراة. ولكن الأهم حصل، تأهل فريق الوداد إلى النهائي. نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله الفوز بعصبة الأبطال الإفريقية، لأنهم صراحة قدموا مباراة كبيرة، مباراة رجولية، مباراة قتالية. الخصم لم يعرف كيف يتفاعل مع المباراة أو كيف يحد من خطورة فريق الوداد البيضاوي، وفريق الوداد البيضاوي عرف كيف يحد من خطورة الماميلودي في عقر داره، وفوز مستحق لفريق الوداد. ونتمنى إن شاء الله فوزه بعصبة الأبطال الإفريقية. تنتظره مباراة قوية جدا في القاهرة أمام الأهلي المصري. يجب الحيطة والحذر من تلك المباراة، وأن تكون مباراة قتالية أيضا من طرف لاعبي فريق الوداد، والعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة. وإن شاء الله هنا في مدينة الدار البيضاء يكون الفوز من نصيب فريق الوداد البيضاوي، وفوزهم بعصبة الأبطال الإفريقية للمرة الثانية على التوالي كأول فريق في المغرب إن شاء الله. نتمنى كل التوفيق لفريق الوداد البيضاوي، ونهنئ الوداديين بوصولهم إلى النهائي، وإن شاء الله العصبة ودادية هذا العام. نتمنى التوفيق لفريق الوداد.